عمرك حاولت قبل كده انك تقرا اي كتاب بتاع فلسفة؟ طبعا هتعدي اول صفحة بالعافية، التانية هتحس فيها انك في محاضرة من كوكب زحل، والتالتة هتقفل الكتاب وتسأل نفسك سؤال: ايه العك ده؟ الناس دي بتتكلم عن ايه اصلا؟ طيب خليني اسألك سؤال في الاول: هل تفتكر ان الفلسفة دي معمولة بس للعباقرة، ولا ممكن اي حد يبدأ يفكر فيها بعمق؟ لو نفسك تدخل عالم الفلسفة من غير ما تتوه، الفيديو ده معمول علشانك. بس في الاول، انت هنا في برنامج الفيلسوف، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا على طول. الفلسفة عمرها ما كانت لغز، امال الناس ليه بتخاف منها؟ ناس كتير اول ما تسمع كلمة فلسفة بتتفزع، وبتبدأ تفكر في افكار غريبة، لانهم فاكرينها مجرد كلام نظري معقد ملوش اي لازمة. وفي الحقيقة ده وهم متوارث من زمان. طيب ليه؟ لان كتير من اول كتب بنقراها في الفلسفة مش مخصصة للمبتدئين، لأن بعض الترجمات للأسف سيئة أو مش موضحة في السياق بتاعها، ولأن مدارسنا معلمتناش نفكر، علمتنا بس نحفظ. والنتيجة إنك أول ما تفتح كتاب فلسفة تحس إنه موجه لناس مش من كوكبك أصلا. أول خطوة: افهم في الأول أنت عاوز إيه من الفلسفة. يعني قبل ما تسأل تقرأ إيه، اسأل: أنا عايز إيه من الفلسفة؟ عاوز أفهم معنى الحياة؟ عاوز أفكر بشكل منطقي أكتر؟ عايز أفهم السياسة، الأخلاق، ولا الدين، ولا كل دول؟ لأن الفلسفة بحر كبير، كل موجة فيها ماشية في اتجاه. مثال علشان أقرب لك الفكرة: لو بتسأل عن الحرية والعدالة، اقرأ لجاك روسو وجون لوك وجون ستيوارت ميل. إنما بقى لو بتسأل عن الوعي والعقل، اقرأ لرينيه ديكارت أو ديفيد هيوم أو باركلي. إنما لو مهتم بالحياة والموت، اقرأ لألبير كامو ونيتشه وبوذا. طب إزاي تبدأ؟ هحاول أديلك خطة عملية من 5 مراحل. أول حاجة: ابدأ دايما اقرا التمهيد مش الأصل. لو أول كتاب فتحته كان لمارتن هايدجر مثلا، أو نيتشه، أو جاك دريدا، خليني أقولك ربنا يعوض عليك. لازم تبدأ بمصادر تمهيدية، كتب مبسطة زي عالم صوفي أو الفلسفة ببساطة. كتب زي دي هتحاول تقرب لك المعنى لكن بطريقة مبسطة لدماغك. في طبعا فيديوهات مهمة جدا، منهم هنا القناة بتحاول تبسط ده. في برضو قنوات تاني زي The School of Life، حاجات كتير جدا، كراش كورس، حاجات كتير جدا تقدر من خلالها تبسط لدماغك الفلسفة. ده زي اللي عايز يتعلم جيم بيروح يشيل 100 كيلو من أول مرة، مستحيل طبعا يقدر يشيلهم. تاني مرحلة: اتعلم الترتيب الزمني للفلاسفة، ودي أنا بشوف إنها نقطة مهمة كبيرة أوي. كتير من الكتب بتتفرق في ذهنك لأنك مش عارف الترتيب الزمني بتاعها. هو سقراط جه قبل أفلاطون، ولا أفلاطون كان أستاذ أرسطو، ولا إيه بالظبط؟ ابن رشد رد على الغزالي؟ طيب نيتشه سبق سارتر، ولا سارتر أثر على ميشيل فوكو، ولا إيه الموضوع بالظبط؟ لازم تربط الأسماء بالزمن في دماغك، هتبدأ الصورة تترسم في عقلك صح. ابني خريطة زمنية للفكر، ودي حاجة مهمة علشان تعرف انت قريت ايه وناقص لك ايه. أم المرحلة الثالثة في الخطة بتاعتنا: لازم تفهم المصطلحات الفلسفية أولا. يعني ما ينفعش تدخل على الفلسفة من غير ما تفهم المصطلحات بتاعتها، لأنك غالبا هتعطل في مرحلة من المراحل. يعني مثلا إيه ميتافيزيقا؟ يعني إيه الوجود لذاته والوجود في ذاته؟ دي مش مجرد كلمات، دي مفاتيح لو فهمتها كل كتاب بعد كده هيبقى أسهل عليك كتير قوي. اعمل قاموسك الصغير الخاص بتاعك، اكتب فيه المصطلح وتعريفه بمثال بسيط، وده هيوفر عليك بعد كده وقت كبير قوي بتضيعه في ان انت عاوز تفهم معنى الكلمة دي ومش عارف. رابع مرحلة معانا: التفاعل مش التلقين. كل ما تقرأ حاجة اسأل نفسك: هو ليه قال كده؟ هل ده منطقي اصلا؟ ايه نقاط القوة ونقاط الضعف في النص ده؟ حاول اكتب ملاحظاتك، ارسم الخلافات بين الفلاسفة، دي مش مجرد قراية، ده تمرين لدماغك علشان تقدر بعد كده تحلل وتنقد الأمور في حياتك بشكل صحيح. المرحلة الخامسة: اقرأ الشرح الأول بعدين النص الأصلي. مثال علشان تفهم:
قبل ما تقرا كتاب الوجود والعدم لجان بول سارتر، اقرا اولا كتاب مبسط عنه او حلقة تلخيصية. لما تمسك بعد كده النص الاصلي هتكون بتقراه وانت فاهم، مش تايه في وسط النصوص الكتيرة دي. امثلة حية علشان توصل لك ازاي بنقرا فلسفة. يعني مثلا لو بدأت دلوقتي تقرا لنيتشه، ايه اللي ممكن يحصل؟ نيتشه بيكتب بلغة رمزية شعرية، بيحب يستخدم استعارات كتير ومش دايما بيفسر ده. اول ما تقراه هتحس انه بيقول كلام متناقض، مرة يمدح القوة، مرة ينتقد الدين، مرة يقول مفيش اله، حاجات كده كتير. لكن لو فهمت انه كان بيكتب ضد العقلانية التقليدية اللي سبقته وضد الاخلاق المسيحية، هتفهم ان فكره مترابط ومش عشوائي. وده اللي بنسميه قراءة الفيلسوف في سياقه. طيب لما نيجي نشوف ايه الاخطاء اللي الناس بتعملها وقت قرايتك للفلسفة. اول حاجة انك بتنط فوق المراحل، يعني بتبدأ بكتب مش على مستواك فتفقد الحماس وتظن ان المشكلة فيك انت. تاني حاجة القراية من غير تدوين، ودي كارثة. لو ما كتبتش ملاحظاتك فكأنك بتقرا صفحة وبتنساها قبل ما تكمل اصلا. الموضوع صعب يا جماعة للدرجة دي. تالت حاجة انك تقرا علشان تبان مثقف، ودي للأسف مشكلة بيقع فيها كتير من الشباب. الفلسفة مش موضة ولا زينة، دي رحلة جواك، مش قدام الناس خالص لازم تظهر. أربعة الاعتماد على اقتباسات الفيسبوك، ودي حاجة بصراحة يعني مثيرة جدا للاستفزاز يا جماعة. نيتشه قال مش كل اقتباس منسوب له فعلا ليه، ولا حتى معناه صح أحيانا. يعني كل الحاجات اللي موجودة على فيسبوك وانستجرام، مش كل حاجة موجودة على فيسبوك أو انستجرام نصدقها، خصوصا فيما يخص الفلسفة، لأن هي مجال مش سهل أبدا إن احنا ناخد منه اقتباسات ونقصقص نصوص معينة ونعرضها كده للعامة. جزء كمان مهم، الفلسفة والحياة اليومية ازاي هتفيدك فعلا وما تبقاش مجرد كلام على ورق. انت كل يوم بتفكر اعمل الصح ولا اللي يريحني؟ ازاي اعيش وانا مش فاهم الحياة؟ ليه الناس بتكره بعضها بالطريقة دي؟ كل دي اسئلة فلسفية. لما تقرا فلسفة هتعرف تحلل، تسأل، ترد، تقرر وتنقد كمان. هتفهم نفسك وتفهم الناس وتفهم العالم من حواليك. في النهاية الفلسفة مش بس تقراها، الفلسفة ضروري جدا ان انت تعيشها. الفلسفة مش كتب في مكتبة ولا كلام في قهوة. الفلسفة انك تعرف ازاي تفكر، تعرف تسأل، تعرف تقول معرفش ومش فاهم وانت واثق جدا من نفسك. ابدأ بالفكرة مش بالكتاب، ابدأ بالسؤال مش بالإجابات. مش مهم تقرا كام كتاب، المهم تفكر ازاي بعد ما قريت الكتاب ده. في نهاية الحلقة سؤال مهم محتاج ان انا اسأله لكم ومستني رأيكم تحت في الكومنتات. ايه اول كتاب فلسفة قريته وجذبك لعالم مليان بالافكار الفلسفية؟ دي كانت كل حاجة حبيت ان انا اقدمها في الحلقة دي، وهي ان ازاي نقرا فلسفة صح. في نهاية الحلقة انت هنا كنت في برنامج الفيلسوف. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان يجيلك الفيديوهات اللي بعملها اول باول. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.